بيك. النهارده الدورة الرابعة بيقام المؤتمر الصحفي ليها، وامتداد خلاص المهرجان بقى حاجة أساسية. حضرتك تقول لنا ايه النهارده عن مهرجان الأقصر ويعني قيمته عندك؟ لا، مهرجان الأقصر مهرجان مهم وعلى كافة المستويات، فنية وسياسية وثقافية. وكل سنة الحمد لله يعني بيتطور لقدام ولفوق. والسنة دي في حاجة مهمة، حاجات الحقيقة، منها انها دورة دي باسم دورة خالد صالح. ومنها البروتوكول التأخي اللي تم أو بيتم النهاردة في وجودكم، يعني مشرفينا، ما بين مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ومهرجان فيسباكو ببوركينا فاسو، أقدم مهرجانات السينما في أفريقيا. دورته الجاية 49، احنا الرابع. بس ده تأخي أكيد هيفيد الطرفين إن شاء الله. أخبار الليلة الكبيرة ايه؟ الليلة الكبيرة برضه؟ الليلة الكبيرة أخبار الفيلم ده ايه؟ بدأت تصوير امتى ومين الكاست محمد؟ احنا بقالنا فترة وخلاص، يعني بإذن الله فاضل لنا أسبوع ونخلص إن شاء الله. عايزة أعرف بقى الليلة الكبيرة ايه، هو فعلا يوم؟ ليلة مولد، يعني يوم بليلة كده في مولد من موالد، يعني مولد، ليلة كبيرة بتاعت المولد يعني. أكيد دورك مختلف. يا رب، أنا أتمنى يطلع حاجة مختلفة يعني. دور ايه بقى؟ بعمل دور مجذوب. مجذوب. يعني ايه؟ مدد. ايه ده ايه ده ليه علاقة بالمسلسل السبع وصايا؟ لا، ايه علاقته؟ يعني مجزوم. تمام، وفاضل لكم اسبوع. انا عايزه اعرف مين الكاست، انتوا تقريبا معاكم كل كتير قوي، الممثلين. كتير قوي، ربنا يخلي ويبارك. بس انا مش عارف اقول عشان ما انساش اسم حد من زملاء يزعل. لكن في كتير، في عمرو عبد الجليل، في نيلي كريم، في زينه، سمية الخشاب، الاستاذه سميحه ايوب، الاستاذ صفيه العمري، الاستاذ احمد بدير، الاستاذ محمود الجندي، احمد وفيق، ايتن عامر، وفاء عامر، كتير جدا، محمد لطفي. انا ما عشان كده بقول لك انا اسف، ممكن انسى حد من الزملاء، واسف لاي زميل نسيت اسمه، حقكم عليا. طب ليله واحده تصوير في يوم واحد ده بيبقى اصعب من الفيلم اللي هو احداثه بتدور في كذا يوم؟ مفيش حاجه سهله في الشغل، الشغل كله صعب وعايز مجهود وعايز اخلاص، وربنا يعيننا يا رب. والمسلسل حضرتك داخل مسلسل؟ مسلسل العهد بصور فيه دلوقتي يعني. تاليف محمد امين راضي واخراج خالد مرعي وانتاج طارق الجنايي. لا، مفيش اي كلام. ايه عيال؟ مش انا، ما هو اجتماع عادي، حواديت، حدوته يعني، مش محدده مكان ولا زمان معين، حدوته وخلاص يعني. طب والمسرح، انت كنت امتعتنا بمسرحيتك. الحمد لله عملت مسرحيه، اريح شويه وارجع لهم تاني، لان المسرح عشقة في الاول. عانت جامد المسرح يعني. ولما ارجع ان شاء الله هرجع يا مع شباب هو يا مع منتج قطاع خاص، لانه العمل في اطار اللي حاصل ده ما يطلعش شغل. انا اسف، يعني البيت الفني للمسرح والمؤسسات الرسميه غير قادره على انتاج فن، غير قادره على انتاج فن. انا بقولها صريحه، غير قادره على انتاج فن المؤسسات دي.